السلام عليكم احباب، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في اي ساعه كتفرجوا فيه في احسن الاحوال يا رب يمين، وتكونوا بصحه جيده. اللي مريض فيكم الله يشافيه، واللي كيتمنى شي حاجه ربي يسهل عليه فيها يا رب امين. اول حاجه بديت معكم بالدعوه وليا وليكم ان شاء الله وجميع المسلمين يا رب امين. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الاكله لذيذه بزاف، جربتها وعجبتني، ما كرهتش انكم تشوفوا الفيديو تجربوها حتى نتوما. لذيذه بزاف. اليوم غادي نصايب طاغلياتيل بالصلصه البيضاء بلي شامبينيون والسلمون المدخن. تابعوا الفيديو، فيه طريقه مشروحه سهله بسيطه جدا، ما فيهاش ما معقداش بزاف. اول حاجه كجميع لي بات غادي ناخذ الماء نسخنو، وغادي نضيف له شويه ديال الزيت، وغادي نسلق فيه لي بات، اي نوعيه ديال لي بات. انا هنا كانوا متواجدين عندي طاغلياتيل وهما اللي استعملت، ممكن استعمل اي نوعيه، مقارونيه، سباغيتي، اي نوعيه، ما كاينش الفرق، كيجي المذاق هو. المهم غادي ندوز نصايب معاكم الصلصه اللي غادي ناخذ فيها بصله متوسطه، غادي نقطعها قطع صغيره، شلضها شلاضه قطع صغيره، وغادي نضيف ليها ملعقه ديال الزيت، زيت الزيتون او الزيت النباتي، وغادي نشوحها على النار هادئه. ومن بعد ملي غطيح ليا ديك البصله غادي نضيف ليها لي شامبينيون او الشامبينيون الفطر، وغادي نقطعوا هاد النوعيه ديال الفطر هذا اللي كتعجبني. غادي نخلط مع التحراك باش ما يتحرقش ليا، وغادي نضيف واحد الضرس ديال الثومه غادي نحكو حتى هو. ودائما ما نساوش التحراك باش ما تحرقش لينا، باش الصلصه ما تجيش فيها مذاق ديال الحرق، حيت الصلصه البيضاء الا تحرقات لك لي شامبينيون مع البصله صافي كيعطيو واحد المذاق، تتولي اللون ديالها قهوي وتيعطي ما تيجيش زوين. المهم اللي غطيب ليا هذيك البصله مع لي شامبينيون، غادي نضيف ليها الكريمه، غادي نضيف علبه ديال الكريمه ديال 200 مليلتر. ممكن استغناء على الكريمه واستعمال الصلصه ديال البيشاميل. انا هنايا فضلت الكريمه لانها هي اللي كتجي بها زوينه. من بعد غادي نسمها بشويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وغادي نحرك شويه ديال الكوزه. السر هنا كاين في الكوزه، في التتبيله. الكوزه كتعطي مذاق زوين وواعر للكريمه، الصلصات البيضاء، جميع الصلصات البيضاء. وكي كتشوفوا معايا ملي طابت لي هذيك الكريمه غادي نضيف ليها السلمون مدخن، قطعته قطع صغيره، وغادي نضيفو ليها وغادي نحرك. ومن بعد غادي طيب لي هذيك الطاغلياتيل، غادي نصفيها من الماء وغادي نضيفها للصلصه، وغادي نزينها بشويه ديال السلمون وهذاك النبت الشبت. عندي الشبت الناشف صراحه كيجي بزاف مع الحوت. النبته ديال الشبت تيكون ناشف، ولا كان بعض الخطرات كيتباع في الاسواق خضر. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، والصراحه بنينه بزاف. وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، تخليوا لي كومونتير نعرف الراي ديالكم في هاد لي فيديو اللي كنحط، وفي الوصفات، وشنو الا ما عجبتكم شي وصفه ممكن تعطوني الراي ديالكم فيها. نخليكم في امان الله، تهلاو ليا في راسكم. ذنب واحد، إياك تلقى الله عز وجل وهو موجود في صحيفتك، لأنه إذا الذنب ده كان موجود في صحيفتك دي نهاية فرصتك في الحياة. أي عمل صالح أنت عملته ما عنده أي قيمة. الله سبحانه وتعالى قال على لسان المسيح عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين منهم.